السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، كل شهر وانتم طيبين. زي ما متعودين معايا كده كل شهر او كل اسبوع بنعمل كده منيو اكلات للاسبوع عشان ما نحتارش كده ونبقى منظمين عارفين احنا كل يوم هنعمل اكل ايه، وجايبين كمان المشتريات بتاعتنا. صدقوني الفكرة دي حلوة جدا وبتبقى منظمة كده وبتسهل عليكي حاجات كتيرة جدا. الاظرف اللي انتوا شفتوها دي هنشرح فيها كده ايه، هنظبط الميزانية بتاعتنا ازاي. بس يلا كده ايه، نسمي الله ونصلي على رسول، نحط لايك للفيديو ونبدأ مع بعض. بسم الله كده. دي اكلات الاسبوع، فطار وغدا. انا دايما بعمل معاكم غدا بس في ناس طلبت مني برضو افكار كده للفطار، فهقول لكم ايه افكار بسيطة كده ان شاء الله. باذن الله كده تعجبكم، خدوا منها اللي يناسبكم واللي مش مناسب ليكم يعني بدلوا بقى او اكتبوا اللي انتوا عايزينه. المهم ان احنا بندي لبعض افكار. اليوم الاول بالنسبه للفطار هيبقى فول، طبعا احنا مدمسينه في البيت. صدقوني بيبقى نظيف جدا وبيبقى موفر ويعمل معاكي كميه، سواء جبتي نص كيلو جبتي كيلو هتقسميه كده في اكياس على قد الوجبه بتاعتك. كل اسره بقى عارفه هي بتستهلك قد ايه، يعني طبق او طبقين زي ما تحبوا. خليه عندك في الفريزر وبتطلعيه وتعمليه بقى زي ما انت عاوزه. هنعمل برضو جبنة وعيش وأي خضار بقى عندك، جرجير، خيار، كابوتش، أي حاجة. بالنسبة للغدا بقى، بما إننا بقى أول الشهر فهندلعهم بقى كده شوية ونعمل محشي. عايزة تجيبي كرومبة براحتك، لو مفرزة بقى ورق عنب طلعيه. اعملي بقى ورق عنب ونجيب نص فلفل ونص بتنجان ونعمل بقى، طالما هنعمل محشي يبقى نعمل بقى محشي بقى ايه كله بقى علشان يقضينا كمان تاني يوم، بما ان احنا بناخد وقت كبير كده في عمايل المحشي فنعمله عشان يكفينا كمان اليوم اللي بعده. تمام. هنعمل بقى معاه فراخ. حابه تعملي لحمه براحتك، حابه تعملي فراخ براحتك، مش حابه تعمليه لا بفراخ ولا لحمه، لو الميزانيه مقصره معاكي براحتك خالص. وهنعمل طبق سلطه خضراء بقى ايه جنبيه. اليوم التاني طبعا زي ما قلت لكم بقى الغدا هيبقى بواقي. بالنسبه للفطار ممكن نعمل بيض مسلوق او بيض اومليت بالخضار، وبيض الاومليت اللي هو بالخضار ده بيعمل معاكي كميه يعني. انا بفضله عن البيض المسلوق كمان، ان انت بتقطعي فيه الخضار اللي انت حباه وبيبقى معاكي كده ايه يعني طبق كده محترم. وهنعمل كمان جبنه بالطماطم وعيش. طبعا لو معاكي بطاقه تموين هيفرق معاكي جدا وهيوفر معاكي لو بتجيبي عيش بالبطاقه. تمام. بالنسبه للغدا هيبقى باقي المحشي بتاعنا، وهنعمل معاه بقى ايه طبعا هنبقي شوربه ونعمل عليها بقى ملوخيه وطبق مخلل بتنجان. لو يعني بقيتي بتنجان كده يعني اللي هو هتحشيه، ممكن تبقي ايه كام واحده كده وتعمليهم بقى مخلل وجنبها عيش وسلطه خضراء او شيبسي. ولو اتبقى فراخ يبقى حلو جدا. انا كاتبه في المشتريات بتاعتي فرخه كبيره 2 كيلو، بحيث ان انا اقسمها على اليومين. تمام. اليوم التالت بقى بما اننا كلنا فراخ خلاص، فاليوم التالت ده بيبقى ارداحي كده شويه، بيبقى ما فيهوش لحوم. بالنسبه للفطار هنعمل شويه قرص بقى بالايه بالسكر والقرفه، وانا عملتها معاكم قبل كده. طريقتها بسيطه وسهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. وممكن لو حطيتيها عندك في الفريزر بتطلعيها تفك وبتبقى حلوه جدا. وجنبيها بقى شاي بلبن. بالنسبه للغدا بقى هنعمل شويه باميه، شويه لوبيا، كوسه، اي خضار انتي مفرزاه او اي خضار انتوا بتحبوه، وجنبها شويه رز بشعريه وسلطه خضراء. بالنسبه بقى لليوم الرابع هيبقى الفطار طعميه بيتي، وطبعا انا عملتها معاكم الفيديو اللي قبل دوت، شوفوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. طريقتها سهله وبسيطه وبتعمل معاكم كميه. وطبق سلطه بقى مع الطعميه وبتنجان مخلل بقى او ليمون انت عاملاه، وطحينه. انا طبعا عامله الطحينه برضو في البيت فبتبقى حلوه برضو جدا. بالنسبه للغدا هيبقى بوفتيك كداب ومكرونه بالصلصه وسلطه. وبرضو البوفتيك ده من الحاجات اللي بجد موفره جدا يا بنات، بتعمل معاكم كميه حلوه قوي. نص كيلو بس لحمه مفرومه هتعملي كميه منه. وجنبها بقى زي ما قلت لكم مكرونه بصلصه او مكرونه محمره. ممكن تعملي شويه رز بالكاري وسلطه خضراء، يعني براحتك خالص. اليوم الخامس بقى الفطار هيبقى فطير
وعسل وجبنه قديمه بالطماطم، زي ما تحبوا. الغدا بقى هيبقى بطاطس مهروسه بالزبده والثوم، وجنبها شويه مسقعه وعيش وجرجير. طبعا احنا بنحاول نظبط كده المنيو بتاعنا، يوم يبقى فيه مثلا لحوم، واليوم اللي بعده يبقى ايه مثلا نقضيها يعني اي حاجه. مش هينفع طبعا طول الاسبوع نعمل فراخ ولحمه وحاجات من دي. احنا بنحاول بقى قليل قليل ان احنا نمشي الاسبوع بتاعنا. وربنا يبارك يا رب في ارزاقنا جميعا يا رب، ويوسع علينا كلنا. نشوف بقى اليوم السادس معانا هيبقى ايه. يا رب يكون الكلام بس واضح. انا عارفه ان انا خطي صغير شويه، معلش، بس يا رب يكون واضح ليكم. اليوم السادس الفطار هيبقى صينيه كيكه. هنعمل صينيه كيكه من بالليل كده او الصبح مع شاي بلبن، ويفضل ان احنا نعملها كده من بالليل لو هتتعشوا بيها، واللي يتبقى هنعمله تاني يوم للفطار كده مع شاي بلبن. بالنسبه للغدا طاجن مكرونه فرن، من الحاجات اللي بجد يعني سريعه وحلوه جدا، متاخدش اي وقت، وممكن تعمليها بنص بانيه. لو هتعملي مثلا طاجنين مثلا كبار هيبقى نص بانيه حلو جدا. طبعا هتزودي بقى بصل بقى وكده، وهتعمليها بقى يا اما بنص بانيه يا اما بنص كبده. بتتعمل بالكبده بتبقى حلوه برضو جدا، زي اللي بتتجيب كده من بره كده من المحلات بتاعه الكشري بيبيعوها، وبنعمل معاها دقه وشطه. اليوم السابع بالنسبه للفطار هنعمل خليه نحل بالجبنه والزعتر وجنبها شاي. تمام. بالنسبه للغدا هنعمل سمك بلطي، ده انا بحب اعمله في الفرن، ومعاه رز صياديه وسلطه خضراء وسلطه طحينه. تمام. ده كان المنيو كله. خدوا بقى منه الافكار اللي تناسبكم. بالنسبه بقى للحاجات اللي احنا هنجيبها، طبعا انا قسمتهم. بالنسبه لحاجه الفطار هجيب لبن، وهحتاج لبيض وجبنه والفول المدشوش وفول التدميس طبعا، والدقيق وفانيليا وبيكنج باودر وعسل نحل ابيض او اسود، وخميره طبعا علشان هنعمل المعجنات وسمسم. تمام. دي بالنسبه للحاجات اللي انا هحتاجها. طبعا اللي انا مش كاتباه يعني موجود عندي. بالنسبه للخضار هحتاج طماطم، هحتاج خيار وليمون وخضره طبعا للمحشي، وهجيب كرنبه وبتنجان رومي وبتنجان عروس وفلفل وبطاطس. ده بالنسبه لحاجه الخضار. بالنسبه بقى للغدا هجيب فرخه ان شاء الله يعني 2 كيلو. دي زي ما قلت لكم تكفيني على مرتين، ونص لحمه مفرومه ونص بانيه، وكيلو سمك او 4 سمكات يعني، يبقى حجمهم كده وسط، يعني بتبقى على قدنا. طبعا احنا بقينا بنجيب بقى ايه يعني السمك بالعدد، يعني انتوا عددكم 5 بتجيبي 5 سمكات، عددكم 4 بتجيبي 4 سمكات، زي ما يعني يجوا معاكي بقى. بس فده كان المنيو. يا رب يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا كده منه. صدقوني اعملوه بالطريقه دي، يعني ظبطوا كده كشكول ليكوا يبقى بتاعكوا تكتبوا فيه الحاجات اللي انتوا عاوزين تعملوها خلال الاسبوع. طبعا ده هينفعك جدا جدا، سواء انت بقى بتشتغلي سواء ربة منزل كده. بس طبعا احنا بنبقى طول الوقت مشغولين في حاجات تانية، يعني مش هو بس موضوع الاكل اللي احنا بنعمله. طبعا انت بتتابعي ولاد، بتنظفي البيت، بتعملي حاجة او كده، فالموضوع ده يعني بيبقى موفر جدا، وبيبقى مخليكي كده يعني مظبطه افكارك ومنظماها، بتبقي عارفه انت هتعملي ايه، وكاتبه كمان النواقص بتاعتك، بتنزلي تجيبيها كلها، بتاخدي الورقه معاكي وتنزلي تجيبي الحاجه كلها على مره او مرتين على حسب بقى. فده بالنسبه لي بيبقى مريح جدا. بصوا بقى فكره الاظرف دي، طبعا انا عملتها معاكم قبل كده في القناه من 3 سنين. انا بعمل الفكره دي بقالي كتير جدا بعملها، وبصراحه بتبقى حلوه جدا. يعني دي اكتر حاجه ريحتني في موضوع المصروف. تمام. اول حاجه بنعملها ان احنا بنطلع صدقه زي ما قلت لكم. الصدقه دي يعني حاجه كده ايه اساسيه معانا، سواء انت بتاخدي بقى
مصروف قليل سواء بتاخدي مصروف كبير، لازم تطلعي صدقة ولو حتى مبلغ بسيط جدا بنية ان ربنا يبارك في المصروف. هشرح لكم بقى الاظرف دي، يعني دي بتتجاب من عند اي مكتبة، بتبقى سعرها بسيط جدا، تقريبا الظرف بجنيه. انا كنت جايبة يعني باكيتة كده على بعضها، وناسية بصراحة سعرها، بس سعرها والله بسيط جدا. ده ظرف الاساسيات، الظرف دوت بنطلع فيه كل الاساسيات بتاعت بيتنا، سواء دروس بقى، مواصلات، ايجار، كهرباء، غاز، نت، مي، كل الاساسيات اللي بتطلع اول الشهر بنطلعها ونحطها في الظرف ده. الظرف ده بتاع الاسبوع الاولاني اللي احنا لسه عاملين المنيو بتاعه وكاتبين الحاجة بتاعته، بنظبطها، بنشوف كده الاكل دوت هيكلفنا قد ايه، وبنحط بقى بالتساوي كل اسبوع بنحطه. زي يعني حطيت في الاسبوع الاولاني مثلا 500 جنيه، بنحط في الاسبوع التاني 500 جنيه، التالت 500 جنيه، والرابع 500 جنيه. الظرف الطوارئ ده بنحط فيه برضو مبلغ، يعني ولو حاجة بسيطة. طبعا ده وارد جدا 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 يحصل اي حاجة احنا مش عاملين حسابها، بتحصل كتير كتير يعني. فالظرف دوت بنحط فيه اي مبلغ للطوارئ، بيبقى موجود معانا. حصل ظرف، حصل اي حاجة لا قدر الله، حد من الولاد تعب، جاتلك زيارة فجأة، احتجتي ان انت تروحي يعني فرح مثلا، اسبوع، اي حاجة من الحاجات اللي بتحصل في نص الشهر ديت، بيبقى موجود معاكي. تمام. دي فكرة الأظرف، أتمنى ان انتوا تعملوها. لو مش هتشتري أظرف يا ستي اعمليها كده، أنا كنت عاملاها لكم قبل كده بورقة عادية، وطبقيها وحطي فيها. المهم الفكرة دي بتخليكي تبقي منظمة كده، عارفة انتي مقسمة المصروف بتاعك. وده طبعا للي بيقبضوا بالشهر. حتى لو بتقبضي بالاسبوع برضو خدي الفلوس، ظبطي برضو المنيو بتاعك، وطلعي برضو الحاجة اللي انتي الدروس، المواصلات بتاعتك، الحاجات دي كلها بتطلعيها وبتظبطي دنيتك. المهم تبقي منظمة كده وعارفة انتي هتصرفي في ايه. وطبعا لازم ننزل بورقة مكتوبة وبنعرف النواقص بتاعتنا. تعالوا بقى لتالت حاجة، وهي فكرة الحصالة دي. طبعا انا عملت لكم فيديو عنها، موجود في القناة، بتمنى ان انتوا تشوفوه عشان تتشجعوا معايا. انا عارفة ان ناس كتيرة هتقولي الدنيا بقت صعبة صعبة جدا وما بقاش فيه خالص خالص. انا عارفة والله العظيم، وانا زيكم جدا، بس يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اي مبلغ، اي حاجة تتبقى معايا بحطها في الحصالة. فكرة ان انتي بتحطي الفكة بتاعتك، الفكة اللي بتتبقى منك وانتي خارجة، اي بواقي عندك فكة بتحطيها، فبتجمع معاكي في الاخر مبلغ انتي ما بتبقيش تعبتي فيه او ما عملتيش فيه مجهود او كده. ما بنحطش مبلغ كبير. انا عملت معاكم قبل كده فكرة حصلت 100 يوم، وحسيت ان هي كبيرة، او يعني مبالغ بتاعتها كبيرة شوية، فعملت اللي هي 50 يوم. بصوا انا كنت لازقاها عندي في المطبخ عشان تبقى قدامي على طول. بصوا فرحانة جدا ان انا خلصت اول صف كده كله. الفكرة فيها ان انت بيبقى المبلغ اللي معاكي، طبعا للناس اللي لسه جداد معانا ما سمعوش فيديو الحصالة، كل يوم بتحطي اي حاجة، مش شرط برضو كل يوم، لما يبقى معاكي فلوس اي فكة بتحطيها. انا دلوقتي جمعت 14 جنيه، ممكن اجمعهم على مرتين، ممكن اجمعهم على 3، ممكن على مرة واحدة. تمام. بروح حاطه ال 14 جنيه في الحصالة ومعلمة على رقم 14. معاكي 4 جنيه مثلا، وعلمتي على رقم 4، خلاص. تاني يوم مثلا معاكي جنيه، حطي يبقى كده معاكي 5 جنيه، تعلمي على رقم 5. معاكي 2 جنيه، علمي على رقم 7. فاهمين يعني اقصد ايه؟ هي الفكرة دي مشجعة شوية. انت ممكن ما تعمليش فكرة الارقام اصلا وتجيبي حصالة وتحطي فيها اي مبلغ بيتبقى معاكي، بس هي الفكرة في ان انت كل ما بتعلمي على رقم بتتحمسي ان انت ايه يعني، عايزة تخلصي بقى الورقة يبقى كلها متعلم عليها كده، فبتشجعك اكتر يعني. بس هي دي الفكرة مش اكتر يعني. دي طبعا احنا عاملينها لرمضان. ممكن تعمليها يعني مش شرط برضو لرمضان، انت ممكن تعمليها لكسوة الشتاء. في ناس بتعملها علشان تجيب في السيل بتاع الشتاء، اللبس بتاع الشتاء، بما انه في الموسم بتاعه بيبقى
غالي جدا، فالناس بتحب تجيب في التخفيضات، ودي الفكرة دي حلوة جدا سواء في الصيف سواء في الشتاء. عايزة تجددي اي حاجة في بيتك، عايزة يبقى دايما معاكي فلوس للطوارئ، اتزنقتي في اي وقت يبقى معاكي الحصالة بتاعتك، ما تستلفيش من حد. بصوا هي يعني بتتعمل لكذا حاجة وكذا سبب، فهي مش بتخسر في كل الاوقات. فاتمنى ان انتوا تشجعوا كده واعملوها، وان شاء الله تظبط معاكم باذن الله. ما تقولوش احنا مش هنقدر او الظروف صعبة، هتقدري ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويعني اسفة ان انا طولت عليكم. فاستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير، واشوفكم على خير. متنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.